السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده هنعمل مع بعض الصلصال على السخن. معانا نص كوبايه ملح، عليها معلقتين كربوناتو، وتقريبا يعني كوبايه ميه الا شويه صغيرين، وكوبايه دقيق، ومعلقه زيت. في حله قديمه بقى كده على النار. هنحط المكونات الجافه الاول، كوبايه الدقيق، وبعدين نص كوبايه الملح، ومعلقتين الكربوناتو، ومعلقه الزيت. وبعد كده نحط المية بالتدريج. ممكن تاخد 3/4 كوباية مية كوباية مية حسب الدقيق. طبعا انت ممكن تلبسي جوانتي او بايدك، بس انا بحب احس بالمكونات يعني بايدي. وبعد كده بغسل ايدي عادي، مش بحب احساس الجوانتي بصراحة. آه، هنا بقى بالمعلقة على السخن كده على النار، هتقلبي لحد ما تلاقيها لمت معاكي. هي كده لينة اهي، بس هتبدأ دلوقتي مجرد ما تسخن تقوم لمة. هوريكم ازاي بدأت تلم اهي يا بنات. دقيقة كمان وهتلاقيها لمت خالص. الطريقة دي كده يا بنات. طلعتها بقى على صينية اهي، وعجنت فيها شوية لحد ما بقت بالقوام ده اللي قدامكم كده. اعجن فيها كمان شوية هتلم اكتر. عندي الوان مية هنا، وقسمت الكورة لكور صغيرة. هحط يعني نقطتين 3 كده على كل كورة، واعجن فيها لحد اللون ما ياخد من العجين. هنا عملت كل كورة بلون، بس كل ما بتفضل شوية اللون بيظهر اكتر. وحفظت الجزء الباقي في كيسة. خلاص هنا هما بقى بدأوا يلعبوا ايه. الصلصال بيقوي عضلات الايد، وتعتبر من تمارين التحضيرية للكتابة. ونشاط حلو جدا جدا. وبدل ما تسيبيهم قدام الكرتون والتلفزيون ويتلهوا، ده يعني بيخليهم يبدعوا بقى ويكونوا اشكال وحاجات من دي. لو عندك النشابة الصغيرة بتاعت الصلصال دي والقطعات، او حتى لو عندك قطعات البسكوت ونشابة البسكوت، ممكن تشتري لهم يعني مخصوص. حلوة جدا جدا الصلصال. ان شاء الله ممكن نستخدمه في تفعيل دروس كتير جاية في مبادئ العلوم ومبادئ الجغرافيا. ان شاء الله باذن الله في الايام الجايه هنفعل دروس بالصلصال ده. والطريقه دي اوفر كتير جدا جدا من بره. وتقدري تنوعي في الالوان بقى زي ما انت عايزه. ممكن كمان بدل الالوان الميه تجيبي الالوان البودر من عند العطار، وتكون افضل بصراحه.